هل بن شرقي استعاد مثلا 50 60% من لياقه الماتشات ان هو يقدر يلعب ماتش الزمالك؟ لو استعاد 50 60% يلعب، لان دوت اصلا عايز اقول لك لعيب بيعرف يلعب في الماتشات الكبيره قوي. ما عندوش لا الرهبه، لان لعب قدام جمهور الزمالك وقدام جمهور الاهلي، فده مش غريبه عليه. فلما ينزل ممكن شويه، بس هو طبعا نجم كبير والكلام ده مش هيبقى في دماغه. بل في الموضوع ده اللي هيحكم الموضوع ده حالته الفنيه. هل لو هو وصل 60% انا بقول لك يكسر الدنيا، ولو انا من كولر العبه، لان ده هيعمل لي تقل في الفرقه من كل حاجه. في الناحيه الثانيه طبعا هيعمل لي تقل لعيبه الفرقه الثانيه هتخاف، جماهيره هتخاف، واخد بالك؟ هو هياخد ثقه، هو كورته اصلا ايجابيه على الجون، من النوعيه اللي هو بيروح ويرقص ويعرف ياخد ضربه جزاء، يعرف يجيب جون، يعرف يعمل جون. انا شايف ان وجوده مهم. لو البدني عنده 60 65% 50% 55%، لو في الحاله دي العبه وانا مطمن. انا ماليش دعوه بكولر، انا بكلمك على وجهه نظري. تمام. انما كولر ممكن يقول لك ايه، لا ده لسه وما اندمجش وما انسجمش ماليش. انا بكلمك انا من وجهه نظري، واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، الماتشات دي مش بتاعت النجوم يا جدعان. يعني الماتشات دي مش بتاعت النجوم، الماتشات دي بيتولد فيها نجوم. ليه؟ لان كل النجوم بيبقى العين عليها، بيبقى متركز عليها، بيبقى اللي بيلعب على مجدي طلبه بيبقى عارف امكانيات مجدي طلبه، ومجدي طلبه لما بيلعب على كان محمد صبري بيبقى